المشاهير الإثيوبيون يطلقون حملة الكرامة الوطنية في الوحدة بالمسرح الوطني الإثيوبي. المجلس المدني الإثيوبي الأمريكي يدين جميع القوى الأجنبية التي تتدخل في العملية الانتخابية بإثيوبيا. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. صرح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أن إثيوبيا تكثف المشاريع الضخمة خلال الإدارة الفعالة كجزء من حملة الازدهار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التتبع السريع لأنجزة المشاريع الضخمة المتوقفة والتي كانت تستنزف الموارد الوطنية وتنفذ مشاريع جديدة في أطر زمنية قصيرة كانت السمة المميزة لرؤية هذه الإدارة للازدهار. وأوضح رئيس الوزراء أن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 80%، مضيفا أن السد المائي سيولد أكثر من 5150 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله. وتتسارع عملية إنشاء سد كوشا الواقع بالقرب من نهر جيبي بسعة 2160 ميجاوات، بينما تسير توربينات الرياح إيشا وأسلة ومحطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية في تولوموي وألوتو لانغانو على قدم وساق، بما يتماشى مع زيادة إمدادات الطاقة في البلاد. وتم إنشاء منتزه الوحدة ونطوطو وشجر لتعزيز السياحة الحضرية وخلق فرص العمل. وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ مشاريع غوروغورا وكوشا وينشي الخاصة في 3 مناطق من البلاد كجزء من المساحات الخضراء الوطنية والترويج السياحي. وتنفذ الخطوط الجوية الإثيوبية مشروع توسعة في مطار بول الدولي سيزيد من السعة الحالية لاستيعاب 6.5 مليون مسافر سنويا إلى 25 مليون عميل في العام. ويجري العمل في مشروع 4 مليارات بر المسمى بأدو 0 متر في العاصمة أديس أبابا، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء. تم إطلاع السفراء المقيمين وغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي يوم أمس في العاصمة أديس أبابا بالجولة الثالثة من مبادرة الإرث الأخضر. ونظمت جلسة الإحاطة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وتم عرض ومناقشة الإنجازات التي تم تسجيلها من خلال مشاريع الزراعة السابقة والأنشطة المستقبلية من قبل السلك الدبلوماسي. ويذكر بهذه المناسبة أنه تم زراعة ما يقرب من 10 مليارات شتيلة من الأشجار خلال العامين الماضيين، ومن المقرر أن تقوم الدولة بزراعة 7 مليارات شتيلة، منها مليار شتيلة للبلدان المجاورة. كما حضر المئات من أعضاء السلك الدبلوماسي جلسة الإحاطة بحسب المعلومات الواردة من مكتب رئيس الوزراء. أطلق المشاهير الإثيوبيون بالمسرح الوطني الإثيوبيين حملة الكرامة الوطنية في الوحدة. ويقال إن البرنامج يظهر أن التدخل الأجنبي في إثيوبيا مرفوض ويؤثر على سيادة البلاد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رحمة محمد. أطلق في المسرح الوطني برنامجا من قبل المشاهير الإثيوبيين بفكرة الكرامة الوطنية في الوحدة. ويقال أن البرنامج يظهر أن التدخل الأجنبي في أثيوبيا مرفوض ويؤثر على سيادة أثيوبيا. ويهدف هذا البرنامج إلى منع التدخلات الخارجية في الشؤون الإثيوبية والوقوف إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الشؤون الوطنية وتعزيز وحدتها. نشكر كل من حضر في هذا المحفل لنعبر عن حقوق بلادنا في قضية سد النهضة. يغضب البعض ويظنون بأننا نستفزهم حينما نقول أن السد سدنا والماء ماؤنا والأموال التي بني بها السد أموالنا. وهذا لا ينفي بأن هذه الأموال وهذه الحقوق وهذه المياه
هي حصرية لإثيوبيا دون الأشقاء في مصر والسودان، يظنونها بهذه الطريقة. لا نقول لهم كذلك، نقول السد سدنا، والماء ماؤنا، والمال مالنا، والماء قسمة بيننا. رسالة بسيطة واضحة، وهي ما نعمل على إيصالها بالشكل الأتم الذي نرجو نتائجه الإيجابية. إثيوبيا بحاجة إلى أن تقيم هذا السد وتنشئ السدود الأخرى، وحينما نجد هذه المعارضة على سد النهضة وتزداد حدة هذه الوتيرة في معارضة المشاريع الإثيوبية، نفسرها بمفهوم واحد، أن من يعارض سد النهضة وهو يعلم بفوائده لمصر والسودان ولأثيوبيا من قبل ذلك، فهو يعادي التطور الإثيوبي والتقدم الإثيوبي في شتى المجالات. لن نسمح بذلك. الشعب، حتى أنني جعلت أو كثير من الإخوة جعلوا ميزان الكراهية والحب لبلادنا في هذه الفترة سد النهضة. سد النهضة مشروع قومي وطني توافق عليه الإثيوبيون عن بكرة أبيهم. ويذكر أنه خلال هذا البرنامج إرسال رسالة بفكرة ارفعوا أيديكم عن أثيوبيا. إلى جانب هذا البرنامج تم إطلاق مجموعة برقية تسمى Harmony for National Glory، وتم دعوة الإثيوبيين للانضمام إلى المجموعة والمساعدة في عملية جمع التوقيعات. وكما أنه يطلب من الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج وأصدقاء أثيوبيا على وجه الخصوص بذل قصارى جهدهم لضمان حصول أعضاء مجلس الشيوخ على المعلومات الصحيحة أثيوبيا. ومن يحاول المساس بهذه المنظومة من خلال التوغل في الصفوف الإثيوبية ومحاولة تدميرها فهو خاسر تماما، لأن الإثيوبيين أثبتوا جميعا بأنهم على قلب رجل واحد في مصالح إثيوبيا العليا. سيتكاتف الإثيوبيون، سنعبر بمشروعنا مشروع سد النهضة إلى بر الأمان إن شاء الله، ونحن على مصالح إثيوبيا العليا كيد واحدة لا يمكن أن تتفرق. ونتمنى أن تتوقف هذه الضغوط وهذه الحملات الشرسة، ونتمنى أن نواصل هذه المسيرة بالتفاهم، بالمحبة، بالسلام، لنؤسس لعلاقة جديدة بين دول الجوار قائمة على تبادل المصالح المشتركة دون التدخل في سيادة أي من الدول، دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. أتمنى الخير والسلام والحب والإخاء لبلادنا ولكل دول الجوار. شكرا لكم والتحية لكم جميعا. طالبت بعض الجهات الإثيوبية الحكومات الأجنبية للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. ونظم فريق عمل الدفاع عن إثيوبيا في المملكة المتحدة بالتعاون مع الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية في أوروبا وأمريكا الشمالية احتجاجات تحت شعار الكرامة الوطنية في الوحدة. وقالوا أن بعض الدول الغربية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا لديها علاقات تاريخية طويلة الأمد مع إثيوبيا، ولا ينبغي أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وأشاروا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بعمل جيد في إثيوبيا، مضيفين أن التدخل الحالي في الشؤون الداخلية هو خارج نطاق هذه العلاقات. ودعوا إلى التراجع عن التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، حيث أن جهود التدخل في الشؤون الداخلية وسيادتها غير مقبول، ونحن نعلم قدرتنا على حل مشاكلنا، مؤكدين على حق إثيوبيا في تقرير المصير باعتبارها مسؤولية المواطنين وليس الحكومات الأجنبية. وردد المتظاهرون هتافات مثل يجب على الأجانب احترام سيادة إثيوبيا، وشعارات أخرى تقول لا يمكن لأحد أن يمنعنا من استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة الكبير. وذكروا أن المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم تنفيذها قريبا، ويجب أن نعمل بصورة مشتركة أكثر من أي وقت مضى لحماية السلام والاستقرار في إثيوبيا. أدان المجلس المدني الإثيوبي الأمريكي بصوت واحد جميع القوى الأجنبية التي تتدخل في العملية الانتخابية في إثيوبيا أو تحاول التشكيك في النتيجة قبل الإدلاء.
وفي رسالة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ذكر المجلس أن إثيوبيا بدأت في تحول سياسي جديد من خلال إنشاء لجنة انتخابات مستقلة هي وكالة حكومية مستقلة بقيادة برتقال ميركيسا، والتي تشرف على العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة لأول مرة في تاريخ البلاد لضمان نتيجة انتخابية عادلة ومتوازنة. وقال المجلس: ندين جميع القوى الأجنبية التي تتدخل في العملية الانتخابية في إثيوبيا أو تحاول التشكيك في النتيجة قبل الإدلاء، بينما نقدر الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة للأزمة الإثيوبية، وما زلنا نشعر بالقلق إزاء مخاطر التدخل والوصفات غير الضرورية في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. إن إجراء إنفاذ القانون في إثيوبيا هو رد على هجمات عسكرية خائنة واسعة النطاق. وأضاف المجلس أننا نناشد الولايات المتحدة أن تلعب دورا بناء وأن تقف مع شعب وحكومة إثيوبيا لإكمال الانتخابات الوطنية بنجاح واستكمال الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وحل النزاع الحدودي مع السودان ومتابعة عملية إنفاذ القانون في تيغراي بنجاح. وفي ظل المخاوف الحالية، أكد المجلس مجددا بأنه يأمل في أن تستمر الصداقة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا والتحالف الطويل الأمد. أوضح وزير المياه والري السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم بأن مصر لا ترغب في قيام سد النهضة، ليس بسبب التخزين بل لأنه يسمح للسودان بالتوسع في الزراعة واستخدام كامل حصته من مياه النيل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحمن أمين. ما زال الموقف المصري مرتبكا مع تباين كبير في التصريحات حول الملء الثاني لخزان سد النهضة بين الضرر وعدم الضرر، حيث تضاربت وتعارضت تصريحات المسؤولين المصريين بين تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي صرح بعدم تضرر مصر من الملء الثاني، وبين تصريح السفير أحمد حافظ الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية والذي صرح بعكس ذلك. فقبل أيام أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية، وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردها المائية. ضروري أن نطمئن جميعا بأن لدينا رصيد من الأمان المتوفر في الخزان السد العالي، أيضا أن الأمور لدينا ثقة بأنه الملء الثاني لن يكون مؤثر على المصالح المائية المصرية، ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية. وجاء الرد المرحب من الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السفير دينا مفتي بأن إثيوبيا ترحب بتصريحات وزير الخارجية المصري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، وأكد أنها وإن تأخرت ستصب في مصلحة البلدان الثلاثة. لكن في المقابل صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية رفض بلاده لأي إجراءات أحادية على حد زعمه قد تتخذها إثيوبيا في مشروع سد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري، مفندا تصريحات وزير الخارجية سامح شكري والتي لم يمضي عليها أكثر من يومين. ومن جانبه وصف وزير الري السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم تصريحات وزير الخارجية المصري حول سد النهضة بأنها رجوع للحق، وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحيفة التيار السودانية أن السنوات الخمس الماضية شهدت فيضانات أعلى من المتوسط، ووصل مجمل الزيادة عن المتوسط في هذه الفترة إلى 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل سعة بحيرة سد النهضة. وكشف التوم عن أن فيضان العام الماضي حقق زيادة عن المتوسط بحوالي 24 مليار متر مكعب ذهبت كلها لبحيرة السد العالي، مما يعني أن مصر يمكن أن تعوض عن فاقد مياه الملء الثاني التي تبلغ 13.5 مليار متر مكعب من فائض مياه فيضان العام السابق. وذهب الوزير السابق إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ذكر أن حتى الملء الثالث الذي سيجري في العام المقبل والذي يبلغ 10.5 مليار متر مكعب
لن يؤثر على حصة مصر المائية، وأوضح أن مصر لا ترغب في قيام سد النهضة ليس خوفا من شح قد يقع في الموارد المائية، بل لأنه يسمح للسودان بالتوسع في الزراعة واستخدام كامل حصته في مياه النيل، مما يشكل منافسة سودانية اقتصادية قوية لمصر في المنطقة. واستبعد الدكتور عثمان أن تقوم مصر بضرب السد، مرجحا أن السودان سيقف ضد هذه الخطوة لأن السد يحقق مصالح كبيرة للسودان. قال السيد ياسين أحمد باعجاي رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في مداخلة أجراها مع قناة الحرة الأمريكية حول سد النهضة الإثيوبي أن هناك تضارب وتعارض في تصريحات ومواقف المسؤولين المصريين حول الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وما زال الموقف المصري مرتبك حول تباين الآراء والتصريحات حول الملء الثاني لخزان سد النهضة بين الضرر وعدم الضرر، حيث تضاربت وتعارضت تصريحات المسؤولين المصريين بين تصريح معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي صرح بعدم تضرر مصر من الملء الثاني، وبين تصريح السفير أحمد حافظ الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والذي صرح بعكس ذلك. أما الإعلام المصري فهو في واد آخر ويغرد دائما خارج السرب. أنا أعتقد الآن هذا التطور الجديد من قبل الأشقاء في مصر التي تمثل في تصريحات السيد معالي الوزير وزير الخارجية السيد سامح شكري هي كانت متوقعة، وهذا المفروض يكون بالأصل كسبا للوقت. فبالتالي أثيوبيا الآن ترى أن كل الخلافات لابد التفريق بين المسار الفني اللي هو أصل الخلاف والقضايا القانونية والسياسية. الفترة الماضية تم تسييس القضية أكثر مما النظر في المسار القانوني. وأنا أعتقد الوفد الرفيع لأمريكا الذي تمثل في المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي ونتائج زيارته للمنطقة بداية بمصر مرورا بإريتريا والسودان وانتهاء بأثيوبيا، هذه كلها ساهمت مع المجتمع الدولي في التركيز على حسم الخلافات الفنية وإرجاء القضايا القانونية والسياسية إلى ما بعد الملء. فأنا أعتقد الملء الثاني بتصريحات المصرية الآن أثبت صحة موقف أثيوبيا وكذلك الاتحاد الأفريقي. فبالتالي هي الآن الملء الثاني لن يضر بمصر وسيتم في موعده. قال نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان دينغ داو دينغ إن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو مشروع سلام وسيعود بالنفع على المنطقة بأسرها. ووفقا لنائب القنصل العام للقنصلية الإثيوبية نبي تدلى، فقد سلط نائب الوزير دينغ داو دينغ الضوء على أهمية سد النهضة في تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي في القرن الإفريقي وغيره من الدول الإفريقية. وأكد دينغ أنه بهذا التفاهم سيصدق برلمان جنوب السودان قريبا على اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل. عقدت إثيوبيا والبرازيل اجتماعهما التجاوري السياسي الثاني والذي تطرق لمجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وترأس الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي السفير رضوان حسين ونظير البرازيلي سعادة السفير جار كينيت. وفي هذه المناسبة قال وزير الدولة الإثيوبي رضوان حسين أن إثيوبيا حريصة على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية. وخلال مناقشة القضايا الإقليمية قدم السفير رضوان إيجازا حول القضايا الحاسمة التي تهم منطقة القرن الإفريقي والدور الذي تلعبه إثيوبيا في إقامة علاقات قوية وسلمية مع جيرانها. وفي حديثه عن تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير والمفاوضات الثلاثية قال السفير رضوان أن مصر والسودان يحاولان حرمان إثيوبيا من حقها في استخدام مواردها المائية بشكل منصف وعادل. من جانبه قال السفير كينيث دا نوبورونغا
أن البرازيل تتفهم دور إثيوبيا الحاسم في إفريقيا وتريد إقامة علاقات قوية مع إثيوبيا لتعزيز العلاقات مع بقية دول القارة. كما حضر الاجتماع سفير إثيوبيا لدى البرازيل سعادة السفير يالو عباتا ريتا، وأكد على فرص الاستثمار الجذابة في إثيوبيا، ودعا المستثمرين البرازيليين إلى الاستثمار في قطاعات التصنيع الزراعي والمنسوجات. إليكم تذكيرا لأبرز العناوين. المشاهير الإثيوبيون يطلقون حملة الكرامة الوطنية في الوحدة بالمسرح الوطني الإثيوبي. المجلس المدني الإثيوبي الأمريكي يدين جميع القوى الأجنبية التي تتدخل في العملية الانتخابية في إثيوبيا. أعزائنا المشاهدين، بهذا تنتهي نشرتنا لهذا المساء. دمتم في رعاية الله وحفظه.